استشهد مساء 10 من أيلول من عام 2008 شخصية اليوم في تقرير للزميلة كريستين حبيب. في يده اليمنى حمل كتاب الحكمة، وفي اليسرى امتشق البندقية، فالقلب كان دوما ميالا إلى المقاومة. الشيخ صالح فرحان العريضي الذي ورث المشيخة عن والده وهو من كبار رجال الدين الدروز، بدأ العمل السياسي والحزبي في سن 17، فكانت البداية في الحزب السوري القومي الاجتماعي. شكل العام 82 نقطة تحول في حياة الشاب العشريني، إذ شهد وهو ابن منطقة الجبل وقاطنها على تفاصيل الاجتياح الإسرائيلي واحتلاله. في صفوف الثورة الفلسطينية قاتل صالح العريضي في الشحار وبيصور مرورا بعبي وكفر متى، وقد ساعده رداؤه الديني في مهمات المقاومة، فكانت تسهل عليه عمليات تهريب الأسلحة من الجبل إلى الجنوب. بسرية ساهم ورفاقه في إخفاء كميات من السلاح للمقاومة الفلسطينية، وسهل حركة المقاتلين وتنقلهم لتنفيذ عملياتهم. في أواخر الثمانينيات انضم العريضي إلى صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي، وصار من أهم مستشاري وليد جنبلاط. وفي أوائل التسعينيات خلع الثوب الديني ليتفرغ كليا للسياسة. تنقل بين مواقع عدة، فهو كان يبحث عن الحزب الذي يتناسب وأولوياته، وعلى رأسها متانة العلاقة مع سوريا التي جاهر بها في أقصى المراحل، وقد غادر الحزب الاشتراكي في العام 98 عندما تناقضت المبادئ. إلى جانب الأمير طلال أرسلان، كان العريضي أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي اللبناني عام 2000، ولعل الامتحان السياسي الأكبر الذي مر به الحزب كان في أحداث أيار 2008، حيث لعب العريضي دورا محوريا في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الأفرقاء الدروز، وخصوصا بين أرسلان وجنبلاط، كما توسط من أجل إنهاء القتال بين التقدمي وحزب الله. نجح في ذلك، ولم يأتي الأمر صدفة، فهو طوال مسيرته حافظ على قنوات الاتصال مع الأطراف كافة. وإذا كانت المساعي أثمرت تهدئة في الجبل، فإن الحصاد أتى أحمر اللون بعد 4 أشهر على أحداث أيار. ففي 10 من أيلول 2008 اغتيل العريضي بالقرب من منزله في بيصور إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة. لم يكن الاغتيال الأول في حياته، لكنه كان الأول الذي قضى على تلك الحياة. يخبر المقربون منه أنه وفي الفترة القصيرة التي سبقت مقتله كان يدير محرك سيارته قبل أن تستقلها العائلة. وفي حادثة لافتة أخرى، فقد ثار غضبه يوم أخذ ابنه سيارته من دون إذنه. سماه الرئيس ميشيل سليمان شهيد الوحدة الوطنية. هو الذي أنجز الكثير في أعوامه 50، لم يكمل تعليمه، لكنه قرأ كتبا عدة تحديدا في السياسة والدين، وعندما يتعب من القراءة كان ينزل إلى الحديقة حيث يمارس هوايته المفضلة الزراعة. تزوج 2 مرات وله 5 أولاد، ترك لهم إرثا سياسيا واجتماعيا، وكان الملف الأحب إلى قلبه في المرحلة الأخيرة قضية الموحدين الدروز في الأراضي المحتلة، إذ عمل على تقريب المسافات معهم وقد بادلوه بالمثل. فبعد استشهاده دشنوا قاعة باسمه في قرية بيت جان في الجليل.